بما انه العيد قرب، ان شاء الله كل عام وانتم بألف خير. اكيد كلكم بلشتوا بتجهيز الحلويات والمعمول، مشان هيك حبيت شارك معكم اسهل وانجح وصفة للمعمول، مثل وصفات المحلات واطيب. عن جد بتشهي ومن انجح الوصفات يلي جربتها. حخبركم عن اسرار نجاحها. معنا كيلو تمر، وهلا منحط لكل كيلو تمر معلقة سمن حيواني. لازم ما نكتر سمنة كتير مشان ما يتشقى معنا قرص المعمول، وبنعجنهم بإيدنا يا إما بنعجنهم بفرامة الكبة. وأكيد لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة، وخبروني بالتعليقات شو الوصفات اللي حابين تشوفوها. هيك قوامها لما عجنتها بإيدي، هي متماسكة وما أحلاها، بس أنا قلت لأ برجع بساويها بماكينة الكبة. وهيك بعد ما عجنتها بماكينة الكبة، وطبعا هي الخطوة اختيارية. وهلا بنيجي لحشوة الجوز. طبعا أنا فرمت نصهم على إيدي ونصهم بمحضرة الطعام، لأن لازم يكونوا ناعمين شوي مشان يتشكلوا معي. بنضيف معلقتين سكر بودرة ونخلطهم منيح، وبنضيف معلقتين قطر، لازم تكونوا عاملينه قبل بيوم مشان يبين إنه هو ناجح معكم. بنضيف معلقة سمن حيواني ونعجنهم كتير منيح. بنضيف ماء زهر، وإذا كان عندكم مركز بنحط 4 نقط، وإذا كان عندكم مخفف بنحط معلقة. بنعجنهم كتير منيح حتى نقدر نكورهم. يلا نبلش بالعجينة. لكل كيلو طحين حلويات أو متعدد الاستخدامات نص كيلو سمنة، والمهم تكون باردة. ومنعجنهم مع بعض كتير منيح. بنبقى عم نعجنهم قريب النص ساعة حتى تصير العجينة كريمية، وكتير مهم تبقى العجينة باردة بين ايدينا. شوفوا كيف تغير قوامها وصارت مثل عجينة الغريبة، ناعمة كتير. وهلأ إذا عجينتنا باردة بنقدر نضيف سوائل فورا، وإذا حسيتوها دفيت بين إيديكم ضروري ترجعوها على البراد، وبس تبرد بنضيف لها السوائل. بنضيف نص كوب سكر و3/4 كوب مي بارد. المي لازم تكون باردة كتير أو متلجة. وبنحركهم كتير منيح ليدوب السكر. وبنضيف ربع كوب قطر بارد وتقيل. وهلا بنشرب عجينتنا بالسوائل ونتأكد إنه لساتها باردة. وهيك بنحرك عجينتنا مثل مضرب العجانة من تحت لفوق. لا تعجنوها أبدا، لازم بس تحريك. بنبقى عم نحرك بس لحتى العجينة تشرب كل السوائل. هيك صارت العجينة جاهزة. إذا حسيتوها العجينة دفيت رجعوها على البراد فورا، بس أنا عجينتي باردة وحاشتغل فيها فورا. وهلأ حنكور العجينة والحشوة، وأهم شي تكون العجينة والحشوة نفس المقاس، وهي خطوة مهمة جدا لتبقى الرسمة بعد الشوي. والسر الثاني لازم تبقى العجينة باردة طول الوقت، قبل التشكيل وبعد التشكيل وقبل ما ندخلها على الفرن. وشوفوا كيف أنا عم بعملهم نفس المقاس بالضبط. حشوة الجوز كمان لازم تبقى نفس مقاس العجينة مشان تبقى الرسمة. وبعد ما كورتوا العجينة إذا حسيتوها دفيت رجعوها على البراد. وأنا هون عجينتي باردة بدأت أحشيها فورا، ما اضطريت أرجعها على البراد. بنحشيهم بهذا الشكل وبنصفهم بصينية الفرن. بعد ما أصفهم بالصينية بستخدم هذا المكبس.
فيكن تستخدموا القالب يلي بتحبوه. وهلا حكمل حشوة الجوز. بعد ما تحطوهم بالصينية لازم تحطوهم بالبراد ضروري قبل ما تدخلوهم على الفرن. بالنسبة للشوي بعد ما حطيتوا الصينية بالبراد 10 دقايق بنطالعهم بندخلها الفرن بالرف الوسط وبنشغل الفرن من فوق ومن تحت لمدة 7 دقايق. وهيك شكلهم بعد ما طلعوا من الفرن. وأنا بهالأثناء جهزت سمنة حيواني لحتى أدهن المعمول هو وسخن، وهي خطوة مهمة حتى يطلع معنا المعمول مثل المعمول الجاهز. شوفولي على هالشكل شو بشهي، وعن جد الطعمة ولا أروع. بنصحكن كتير إنه تجربوها، وإن شاء الله صحتين وهنا على قلبكن. ولا تنسوا تكتبولي رأيكم بالوصفة، واستنوني بفيديو جديد. إن شاء الله كل عام وإنتم بألف خير.